السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. وصفتنا لهذا النهار فطائر المقلاة السائلة. الفطائر اللي كيجيو مسفنجين مهوين وخفاف، والأهم أنهم بلا بيض وبلا حليب، بمكونات اللي متوفرين في كل بيت. وكذلك كيخرجوا لينا كمية اللي وفيرة تبارك الله كيف ما كتشوفوا. يعني تحضروهم هكا لضيافكم بوجهكم احمر، اولا غير راسكم يعني في الكوتي اولا الفطور. يعني شي حاجه اللي يعني دغيا كيوجدوا وما كياخذوش معنا وقت كتير، كيجيو هكا احسن من البغرير واحسن من السفنج. شي حاجه اللي زوينه زوينه بزاف. فما عليكم غير تتبعوا معايا لا فيديو حتى الاخير باش تعرفوا على المكونات وكذلك طريقه التحضير. إلا كنتم جداد وأول مرة كتشاهدوا القناة فمرحبا بكم. ما عليكم غير تضغطوا على زر اشتراك وزر الجرس باش توصلوا بكل جديد ديالي، وما تنسوش اعجاب للفيديو. اذا على بركه الله، عندي في المكونات عندي هنايا جوز ليف ديال الفينو، اولا جوز ليف ديال السميد الناعم الخاص بالحرشه والخاص بالبغرير. يعني داك الرقيق، السميد الرقيق اولا الفينو يعني اللي متواجد عندكم كنغربلوه بطبيعه الحال. وغادي ناخذ كذلك جوج زلايف ديال الدقيق الابيض الخاص بالحلويات. انا هنا راني ضوبلت المقادير. الا كنتو غير يعني قلالين ديروا غير نصف الكميه اللي عطيتكم دابا، ديروا غير زلافه زلافه. صافي من بعد ما غربلتهم غادي نحاول نخلطهم مزيان مع بعضياتهم، الدقيق مع الفينو اولا مع السميده، يعني اللي بغيتو. صافي غندير قياس قياسي في الملعقه هكا معلقه صغيره تقريبا ديال الملحه على حسب الذوق. عندي جوج معالق ديال سنيده، غير ما تشداتش ليا الثانيه. درت جوج معالق ديال سنيده. وغادي ندير كذلك معلقه ما عامراش ديال خميره فوريه، نتوما على حسب الجو. وغادي ندير كذلك خميره الحلويات من فئة 8 غرام أولا من فئة 7 غرام. صافي غادي ناخد الماء يكون دافي دابا مع الجو بارد. الماء يكون دافي ماشي سخون باش ما يخسرش لكم الخليط. ديروا الماء دافي. هنايا درت 3 ديال الزلايف ديال الماء، غادي نزيد الرابعة. يعني قد زلايف ديال النواشف درتهم سوائل. هذه الزلافة الرابعة كنخلط في الاول بالفوي ديال اليد. من بعد غادي نستخدم الابره مكسور. يعني ضروري ما طحنوا هاد الفطائر هادو مزيان مزيان باش كيجيكم هكا ناجحين وكيجيكم خفاف. الا عندكم هاد الابره مكسور طحنوا بها مزيان، اولا خلطوا مزيان اولا طحنوا في الطحانه، يعني لكم الاختيار. المهم انكم تخلطوهم مزيان. صافي من بعد ما طحنتوها مزيان مزيان غادي نخلي الخليط ديالي يختمر. شوفوا معايا هاد الحركة هادي دليل على ان الخليط يعني طحن مزيان. صافي غنخليه تقريبا، الا كان الجو بارد خليه ب25 حتى ل30 دقيقة. كان الجو سخون خليه ما بين 10 دقائق يعني حتى ل15 دقيقة على حسب الجو. هانتوما شوفوا معايا من بعد ما اختمر كي يولي على هذا الشكل هذا. وما تخليوش حتى تفوت فيه الخميره، يعني خليوه غير قياس يخمر القياس ديالو صافي. هنا استخدمت يعني استعملت جوج ديال المقيلات، مقيله صغيره ومقيله متوسطه. غادي نستعمل قليل من الزيت اولا الزبده، يعني لكم الاختيار. الا لاحظتوا معايا انا ما استعملش يعني العسل، درت غير سنيده في الخليط باش يطيبوا على خاطرهم وما يتحمروش ليا دغيا. غناخد المقيله الصغيره هي اللي غندير فيها القياس ديال هاد الفطائر هادو. كتاخد ليا القياس ديال الفطيره. من بعد غنقلبها في المقلاة الثانيه اللي دهنتها كذلك بالزيت. هاد العمليه هذه كتسرع لينا الخبيز ودغيا كنساليو. الا عندكم غير مقيله صافي غديروا غير مقله راها كافيه. غير هاد الطريقه كتسرع الخدمه. صراحه انا كنت مزروبه بهم. غادي نرجع نستخدم حتى مقله المقله الثالثه، لانني يعني كانوا عندي الضياف. ويعني راكم عارفين الضياف خاصكم ضروري تحطوا الحاجه في الوقت، ومع التصوير كياخذ وقت، فاستعملت 3 ديال المقلات باش نسرع العمليه ديال الخبيز. صافي على هذا الشكل هذا.
ملي كنديروها المرة الأولى في المقلة كنخليوها غير كتقبض في راسها، ما كنخليوهاش حتى تنشف تمامًا، يعني غير كتقبض في راسها، كتحسوا بها طابت من التحت، صافي كنقلبوها بسرعة، ما كنخليوهاش حتى طيب كاملة وتحمر، باش هاد الفطائر هادو كيجيونا رطبين وكيجيونا مسفجين من الداخل. صافي كنستمر بنفس الطريقة، كدهنوا المقلة في كل ما كتبغيو تخبزوا، كدهنوا المقيلة ديالتكم بالزيت أولا بالزبدة، وإلا كانت الزبدة راه كان أحسن كيجي مذاقها لذيذ وكيجيو محمرين. صافي غير كتنشف ها نتوما، كنخليها مازال خضرا من الفوق، صافي كنقلبها في المقلة الأخرى، وكنستمر بهاد الطريقة هادي، راه دغيا كنسربي ودغيا كنسالي الكمية ديالتي كاملة. هانتوما واخا يبان لكم راه بحال خسرات، ولكن كنبقى ندي ونجيب في المقله حتى كتاخد الشكل ديالها طبيعي. صافي هنا من بعد ما ساليت، هذا هو الشكل الاخير. راه تبارك الله كتخرج ليا كميه اللي لا باس بها، تبصيل كبير راه عامر تبارك الله. هذا هو الشكل ديالهم، وغير الاضاءه ما عطاتهمش حقهم صراحه، كيجيو هكا مذهبين وزوينين وخفافين، وشي حاجه اللي دغيا كتوجد. وهنا رافقتهم بالعسل، عسيلة حرة أولا تقدروا تستعملوا العسل والزبدة أولا غير الزيت، يعني لكم الاختيار. كندهن معكم وحيدا نوريكم يعني كيفاش كيجيو هكا من الداخل، صراحة كيجيو مسفنجين وكيجيو لذاذين، غير جربوهم على ضمانتي. هانتوما كيفاش كيجيو من الداخل كلهم مسفنجين وخاوين، ما كيجيوش نهائيا مدقسين اولا تقال، كيجيو خفافين، ما فيهم لا بيض لا حليب، يعني فطائر غير بالماء. فإلا جربتوهم بهذه الطريقة فأكيد غادي ينجحوا معاكم. غير تبعوا معايا الفيديو مني الأول حتى الأخير باش ما كتفلتوا حتى شي حاجة. وهذا هو الفيديو ديال اليوم. غادي نخليكم مع بعض الاقتراحات اللي عندي في القناة، كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم، وكنضرب لكم موعد الفيديو قادم بحول الله.